السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة ايس كريم كاستر. هنشوف مع بعض دلوقتي الطريقة. هدخل على طول في المقادير. اول خطوة هنعملها مع بعض. انا معايا هنا 2 مج حليب مغلي من قبل كده، يعني حوالي نص لتر حليب، وهحط عليهم معلقتين لبن بودرة كبار، وهحط معلقتين كاستر بودرة كبار، وبعدين هحط بقى معلقتين عسل نحل كبار برضو. هدوب كويس المكونات دي بره كده، وبعدين هاخدهم على النار. دلوقتي خلاص انا دوبت المكونات وحطيتها على النار. هفضل اقلب فيها بقى لحد لما القوام بتاعي يتقل خالص. دلوقتي خلاص هو تقل معايا، وصل للقوام اللي انا عايزاه. دلوقتي انا فضيته في طبق وهسيبه لحد لما يهدى معايا خالص، وهحط عليه كيس علشان خاطر ما يكونش قشرة معايا. هسيبه يهدى خالص وبعد كده نستخدمه ان شاء الله. دلوقتي خلاص الكاستر هدي معايا، انا هاخده واحطه في الخلاط هضربه كويس. دلوقتي انا خلاص ضربته في الخلاط. الخطوة اللي بعد كده، دلوقتي انا معايا هنا مج كبير كريم شانتيه، او كوباية ونص وسط. هحط عليهم هو حوالي طن كريم شانتيه، عليه سكر عليه سكر مسكر يعني، فانا عشان كده مش هضيف عليه سكر بودرة. واللي حابب يبقى يضيف كمان نص كوباية سكر بودرة ولا حاجة. انا معايا هنا مية متلجة كوباية ونص، ال8 كيلو بياخد كوباية ونص. هضربهم بالمضرب. دلوقتي خلاص الكريمة اتضربت معايا اهي زي ما احنا شايفين، والكاستر دلوقتي انا هعمل ايه، هضيف على زي ما هو في الخلاط كده، هضيف عليه فانيليا وهحط الكريمة. هحط شوية كريمة واضربهم كويس في الخلاط يتجانسوا بس مع بعض. وبعدين خلاص انا ضربت الكاستر وشوية الكريم شانتيه والفانيليا مع بعض. انا هضيف المكونات كلها هنا وهقلب بقى كويس.
دلوقتي خلاص الخليط انا عملته كويس لحد ما تجانس، قلبته لحد ما تجانس مع بعضه. انا هحطه دلوقتي في العلبه اللي هتدخل معايا التلاجة. دلوقتي انا فضيته وهغطي العلبه كويس معايا، وبعدين هدخله الفريزر لحد لما يجمد معايا، وبعديها ان شاء الله هوريكم هنعمل ايه، يعني هيبقى شكله عامل ازاي. دلوقتي خلاص هو جمد معايا الايس كريم. انا هفتحه دلوقتي معاكم. هنا اقل مده بيقعدها مثلا 6 ساعات زي ما احنا شايفين كده. انا شاريه بسكوت هحط فيه، ممكن نقدمه عادي في الكاسات بتاعتنا. زي ما احنا شايفين كده انا حطيته في البسكوت خلاص. شايفين قوامه عامل ازاي وطعمه حلو قوي قوي، هيعجبكم. جربوا الطريقه دي بجد تحفه. يا ريت يكون عجبكم الفيديو، متنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا شير ولايك واشتراك في القناه اللي مشتركش ونفعل الجرس، وشكرا ليكم.